أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قناة نور من المشرق أو The Light from the East هي قناة روحية تبشيرية تعليمية تكرز ب4 لغات: الإنجليزية، العربية، الآشورية والآرامية القديمة، من تعاليم الكتاب المقدس ومن تعاليم آباء كنيسة المشرق وجميع آباء القديسين في جميع الكنائس الرسولية المقدسة لمجد اسم الرب. الرب يبارككم. صلوا من أجلنا. آمين. بسم الله الآب الخالق الناطق بالكلمة والحي بالروح القدس الإله الواحد آمين. نكمل مع جميعكم أخوتي الأحباء مناظرة الراهب إبراهيم الطبري من كنيسة المشرق مع الأمير عبد الرحمن بن عبد الملك الهاشمي في بيت المقدس، التي جرت في سنة 820 ميلادية. فقال له الأمير: قد أشعل قولك في قلبي نارا لما قلت، وأعلم أيها الراهب أنني قد أرخيت لك أطناب ملكي وسلطاني من كل جانب، وفتحت لك 4 أبواب، فادخل أي شئت منها بأمان وأماني، ولا ترى بأسا ولا مكروها. قال الراهب: إن لأهل الإسلام يمينا ليس لها كفارة، وهي الطلاق، أي حلف الطلاق في الإسلام لا يكفر عنها، ليس فيها تحليل. فإن أردت فأحلف لي بها، وإلا فأخلي سبيلي، أي أحلف لي بيمين الطلاق حتى أقدر أرد على أسئلتك، أي يكون لي أمان بعد ذلك، ولا يأتي على الراهب أي مكروه أو قتل أو ما شابه ذلك. فحلف له بالطلاق إنه لا يرى مكروها ولا بأسا، وانصرفوا، أي حلف الأمير للراهب. فلما كان الغد أقبل الراهب وقال: قولك أيها الأمير إن المسيح حنيفا مسلما وإني ألزمته الشرك، اعلم أن جميع الكتب ينسبون عبادة الأصنام والمشركين إلى اسم الحنيفية، وقد أوصى المسيح في كتابه المقدس: لا تدخلوا مدن السامرة، لأنه كانت في مدن السامرة تعبد الأصنام، وكان فيها الكثير من يشركون والله، أي يعبدون الأوثان مع الله. فلهذا طلب المسيح من تلاميذه أن لا يدخلوا مدن السامرة في إسرائيل. أما قولك إنني منه بعيد وهو مني بريء، فكيف يكون هذا وهو يقول للتلاميذ: أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، صدقوني إني أنا في الآب والآب في، وأنا في أبي وأنتم في، وأنا فيكم. فأنا أؤمن كما آمن التلاميذ الحوريين الذين تدعونهم أنصار الله في قرآنكم. هنا في هذه الآية يوضح الراهب عن ألوهية المسيح، إنه مع الآب واحد، والآب فيه، أي إنه إله أيضا، وله نفس السلطان والقدرة والمشيئة. أما قولك إنني أعبده دون الله، فما عاد الله أن يكون هذا، ولكنني أعبده بالله وأعبد الله به، وقد قال: أنا والآب واحد، الذي رآني قد رأى الآب،
تحقيقا لهذا القول قولك إن الله أيده بكلمته وروحا منه، فمن كان كذلك كيف يكون نبي أو عبدا؟ بل إنه إله معبود وديان العالم، كما أتى في سورة آل عمران 39 وفي نفس الآية في الآية 44: وإذا قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه واسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وعلى المقربين. وبنفس الآية في الآية 39: فنادتها الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وأيضا في سورة النساء الآية 172: يا أهل الكتاب لا تلغوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله. فيا أيها الأمير، هذه هي الآيات التي قد استشهدت بها أنت وتقول عن عيسى هو كلمة الله وروحه، وهو كذلك لأنه إله حق. فإذا كان كلمة الله يا أخوة وروحا منه فكيف لا يكون هو الله؟ قال الراهب: أما قولك في نبيك أنه خاتم الأنبياء فليس هو نبيا وإنما هو ملك ارتضاه الله وأوفى به. أما قولك في أمته إنه أمة مرحومة فإن رحمة الله سابقة على جميع خلائقه، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، وما لأحد منهم فضل على صاحبه. فأما في العجل فإن رحمته على جميع خلائقه، فإذا كان في الأجل فهو أولى بخلائقه، فإن عفا فبفضله إنه عاقب بذنبه. أما قولك الأمة المحبة لنبيها وأهل بيتها، أي هم الشيعة اليوم أهل البيت، فلو شئت تكلمت بالحق إنهم سفكوا دماء أهل البيت وأخربوا أوطانهم ونهبوا أموالهم. أهل الشيعة يسمون أهل البيت لأنهم من أهل بيت رسول الإسلام، لأن فاطمة كانت بنت النبي وعلي كان ابن عم النبي، فلهذا يسمون، فهم أولى وأقرب على محمد بكل شيء، وعلى الولاية من بعد محمد كانت يجب أن تكون لعلي الذي هو أقرب من جميع الخلفاء في الإسلام. أي علي بن أبي طالب كان أقرب من أبو بكر وعثمان وعمر الذين لم ينتسبوا لمحمد بأي قرابة. نرجع إلى موضوعنا ونكمل. أما عن قولك الأمة المحبة لنبيها وأهل بيتها، فلو شئت تكلمت بالحق إنهم سفكوا دماء أهل البيت وأخربوا أوطانهم ونهبوا أموالهم، وأنت تعرف ذلك. وأي أمة أشر من هذه الأمة؟ إذ جاء رجل إليهم وأعطاهم ملك الدنيا وضمن لهم الجنة بشفاعته، ثم فعلوا بأهل بيته ما فعلوه، وما سمع أحد من الأمم بما فعلوه إلا وحكم عليهم بأنهم قوم قد استبان لهم كذب صاحبهم، فاستحالوا هذا منه ومن أهل بيته، وهم قوم ليسوا على الأرض أشر منهم، فقد كافأوا الذي ضمن لهم الجنة هو وأهل بيته بالسيئات، أي أهل البيت. يا سيدي انظر إلى قلة عقولهم، كيف يحرمون على أنفسهم الدخول إلى الجنة ويدعون الناس إلى دينهم ويعدونهم بالجنة. فقال لكم نبيكم أنا أو إياكم لعلي هدى أو في ضلال مبين، وقال ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أي إنه لا يضمن إن محمد سيدخل الجنة أيضا، فكيف يعدون العالم والناس بدخول الإسلام ودخول الجنة؟
وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وقال ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال أيضا أبصروا صبرا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا هذه الآية تبين أنه ليس مهم أن يدخل الإسلام، فإذا كان أحد يتقي الله هو المكرم عند الله، وليس إلا في دعوة دخول الإسلام. هكذا قال نبي الإسلام محمد. قال الراهب أما قولكم في أمير المؤمنين إن الله قد أعزه فقد أعز من كان قلبه من الكفار والمشركين، فانظر إلى ملك الأعجم أي الملك الفارسي وإلى كفرهم بالله، وأن الله يحفظهم وهو يدبر خلائقه كيف يشاء، لأنه في ذلك الوقت كانت عبادة النار الزردشتية، الدين الزردشتي منتشر في بلاد ما بين النهرين وبلاد فارس وغيرها من المدن القريبة. وأما قولك وأنه أمن ليلا ونهاره، لو أن أمير المؤمنين قائم مع ولده وبني عمه وأخوته لخشى على نفسه الموت. وتحقيق هذا أن لكم منذ ملكتم أقل من 200 سنة، أي من أيام بدأت فيها انتشار الإسلام، وقد قتلتم 7 من خلفائكم وما فيهم عدو ولا مخالف للإسلام، أي أنكم تقتلون بعضكم بعضا على الخلافة، وليس من الذين قتلتموهم أي فيهم مشركين أو كفار، إلا تقتلون بعضكم بعضا على الخلافة والرئاسة. ثم قال الراهب أما القرآن فإني أخبرك أن هذا القرآن جاء به محمد وكتبه أصحابه بعد موته، الذي عثمان بن عفان هو الذي جمعه وكتبه، وعمر، وأسماء بعضهم هم أبو بكر وعثمان وعلي وعبد الله بن عباس ومعاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي، والحجاج بن يوسف، وبعد هؤلاء ألفوه ورتبوه. أخبرك بما تعلمه يقينا أن طائفة منكم تزعم أن النبوة لم تكن لمحمد إنما كانت لعلي الذي هو ابن عم الرسول. هذه الطائفة هي الشيعة الذين يقولون أن النبوة كانت أصلا لعلي وليس لمحمد، ولكن جبرائيل أخطأ وأراد أن يدفعها إلى علي فدفعها إلى محمد. فهنا يظهرون أن الملائكة لا تعمل مشيئة الله. هنا الإسلام أو الطائفة الشيعية تناقض نبوة القرآن، فيقولون أن جبرائيل أخطأ. فإذا كان جبرائيل قد عصى الله وأخطأ فلماذا لم يعاقبه الله كما عاقب الشيطان الرجيم، إذا فعلا النبوة كانت إلى علي وليس لمحمد؟ فإذا جبرائيل قد عصى الله ولم يعمل مشيئة الله، إذ هو الله بعثه ليدفع لعلي النبوة فدفعها إلى محمد، وهذا تناقض كبير. لهذا يسمون الله هو خير الماكرين، وحاشا الله أن يكون خير الماكرين أو يضل أحدا كما يدعون هم. الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لأنهم لا يؤمنون بحرية الإرادة في الإنسان في الاختيار. نرجع إلى موضوعنا أخوتي، فنقول كما هو مكتوب: فأخطأ جبرائيل وأراد أن يدفعها إلى علي فدفعها إلى محمد. وتحقيق ذلك أنهم يسمون أولاد علي أولاد رسول الله، فأي قوم ينسبون إلى أمهاتهم طائفة منكم تقول إن النبوة كانت لعلي، وطائفة منكم يلعنون عليا علنيا وعثمان من على المنابر، وطائفة منكم يزعمون أن الأمر كان لأبو بكر وعلي وعمر وعثمان، وطائفة منكم يرون قتل أولاد العباس، والثلاث أربعكم
ترون اللعن على معاوية صدقة، وكلكم تشهدون على الحجاج أنه من أهل جهنم، فأي قاضي عدل يشهد بهذا الكتاب لهذه الأمة إذا كان هذا قولكم في نبيكم وأهل بيته وأصحابه؟ أما شهادته أن الله لا إله إلا هو فإنما أظهر الله هذه الكلمات على يد موسى ونبيه وصفيه المبارك. فلما فرغ الراهب من أقواله نظر إليه الأمير بغضب وتفرس ساعة وقال: لقد جئت بعظائم وأيقنت بالموت وتجلدت وقلت أبين للأمير ما عندي، فإن أفلت اشتفيت وقتلت مت شهيدا، ولولا حذرك وحيلتك لكانت المنية قد حلت بك. أي لولا أن الراهب قد استحلف الأمير لكان قد قتله الأمير، مما روى من حقائق عن دين الإسلام وخلفائهم وكيف قتلوا أهل البيت الذين كانوا أولى بالولاية من بعد محمد. قال الراهب للأمير: أيها الأمير، ما ذكرت إلا ذكرته ازدراء بالإسلام ولا تقصيرا به، ولقد حاولت الانفلات منك كما يفر الإنسان من الحية فما وجدت سبيلا. قال له الأمير: دع عنك ما مضى وخذ ما كنا، فإني أرجو أن يصرعك الله عاجلا. قال الراهب: إنك رمقتني بنظرة قامت منها ناصيتي فراقا وهطلت أبطي عرقا. قد قال الحكيم: لا تلم رجلا يحرس لسانه قدام الملوك، فإن الركاب بين أيديهم ترتعد وتقشعر النواصي وتظلم الأبصار وتطير القلوب وتظل العقول وتختلط الحناق تتلجج الألسنة، ذلك لما وهب لهم من الكرامة والهيبة. والأمير عزه الله من فضله الله على جميع الملوك. وإلى الرب الإله الحق يسوع المسيح المجد الآن وفي كل أوان، آمين. وصلوا من أجلي أنا الراهب أوغين المشرقي.